صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا على قناتي وقناتكم ا بي سي سونتي، قناه ايفالوكس دي زاد اللي نتوما اللي اقترحتوا اني نغير لها الاسم ديالها. والاسم هذا كان اقتراح نتاعكم نتوما، نشكركم بالبزاف. هكذا قلتوا لي راح نتواصلوا فاسيلمون بلاشين، نوصلوا لها فاسيلمون. كان الاسم الاول شويه صعيب باش نبحثوا في القناه ايفالوكس دي زاد. الوغ رجعتها ا بي سي سونتي، ان شاء الله تكون فيها الخير علينا. عفوا وعذرا على الغياب الطويل هدايا، وراكم الناس اللي راهم تواصلوا معايا على بالهم بلي عندي سفر، عندي تغيير، وان شاء الله راح نتقاسم معكم كل هاد التغييرات هذه ونحاول اني نفيدكم لو ماكسيموم. اذا بقينا على تواصل في لي كومونتير وبيان يعني في التعليقات ديالكم او في لي ميساج الرسائل ديالكم، سواء في التليجرام وبيان في الانستغرام او حتى سورتو في الجروب نتاع الفيسبوك ومجموعات الفيسبوك. وكانت عندكم بزاف تساؤلات حاولت اني نجاوب عليها كل واحد على حده، ولكن راح نحاول اني نجاوب عليها عامه هكذا الكل يستفيد. ولكن اكثر سؤال كان واكثر مشكل كان مطروح اللي هو مشكل الغازات والانتفاخ البطن ومشكل الامساك ومشكل المغص نتاع البطن، خصوصا في هذه الفتره، هذه فتره الشتاء اللي نتناولوا فيها بزاف بقوليات وحركتنا تكون قليله، ما نتحركوش بزاف، وبالتالي عندنا مشكل يشكلنا الالياف تشكلنا مشكل نتاع الامساك، المشكل نتاع الانتفاخات. الوغ هذا اليوم جبت لكم وصفه رائعه جدا، انتزان او مشروب رائع جدا جدا جدا، راح يهنيكم من هذا المشكل هذا، وراح يعني سهل متناول الجميع. المكونات اللي فيه تعرفوها، ولكن راح نضيف لها مكون اخر سحري جدا راح تدعوا لي عليه. ولكن قبل ما نبدا الوصفه نتمنى انكم تشتركوا في القناه، وايضا زر الاعجاب هكذا راح يوصل بزاف ناس ويستفادوا معنا بزاف نتاع الناس. اول حاجه اول مكون عندنا واللي هو راح ناخذوا المقدار نتاع ملعقه اكل. اول مكون معنا واللي هو الكراويه، راح ناخذ ملعقه اكل من الكراويه. ثاني مكون معنا واللي هو بذور الشمر او بذور البسباس. ثالث مكون اللي هو بذور حبه حلاوه وبيا بذور اليانسون. ورابع مكون واللي هو ملعقه ونصف من الكمون. البنات الكمون مكون رائع جدا 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 لفقر الدم، راح نذكروا عليه، راح نطرقوا له بالتفصيل في فيديو خاص لفقر الدم. وعندنا ايضا اوراق الريحان، وهذا هو المكون الرائع. اوراق الريحان راح تشروها هكذا جافه من عند العطار، السعر تاعها مناسب ويعطيكم كميه كبيره. ناخذ منها ايضا ملعقه كبيره، وراح ناخذ شرائح من الزنجبيل يكون طري بهذه الكميه هذه، يعني كميه ماشي كبيره. اول حاجه راح نغسلوا كامل هذه المكونات هذوما مليح من الغبره. من بعد راح ناخذوا اناء راح نوضعوا فيه ماء يغلي، نخلوه يغلي هكذا. من بعد ناخذوا ابريق وراح نفرغوا هذه المكونات كامل في هذا الابريق هذا بهذا الشكل هذا. بعدها راح نضيفوا له الكميه نتاع الماء اللي حتكون تقريبا نصف لتر من الماء مغلي جيدا. احنا ما راحش نغلوا هذا المكون، راح ناخذوا المنقوع تاعها، وهذا اقصى انواع الاستفاده، يعني راح ناخذوا الافاده تاعها اكثر ما نغلوها. فوالا هنا تقريبا واحد نصف لتر من الماء المغلي وضعته في البريق اللي كنت وضعت فيه هذوك المكونات، وراح نغطيه ونخليه الحين ما يفتر، يعني يرجع فاتر دافي او يبرد تماما. نعاود نسخنه، نقدر نسخن جوست لاطيزه بلا ما نسخن كامل الحبوب، يعني نصفيها ونسخنها. وهنا راح نتناول قبل النوم مقدار فنجان بهذا الشكل هذا، او قبل الوجبات، او اذا حسيتوا انه تغديتوا وكملتوا وحسيتوا بهذاك الانتفاخ، صبروا يعني واحد نص ساعه واشربوا هذا المشروب اللي يكون دافي، واشربوه بعد الاكل بنصف ساعه، ماشي تمتم بعد الاكل. وانا ننصح به كما قلت لكم قبل النوم او قبل الوجبات بفتره تاع ربع ساعه او نص ساعه، هكذا راح تاخذوا الافاده ديالو كامل. ان شاء الله يا ربي نكون فدتكم. دخلوا قراو على اوراق النعناع، راح تلقوها الفائده تاعها رائعه جدا جدا جدا. ان شاء الله يا ربي نكون فدتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.